بغيتي تحضري غاتو كلاصي ساهل ولذيذ بحال ديال الباتيسري، تبعي معايا الفيديو الاخير. غنشارك معاك هاد الغاتو بطريقه سهله بدون جينواز وبدون تعقيدات، خطوه بخطوه. وجدي غاتو كلاصي راقي شكلا والمذاق ديالو لا يقاوم، خصوصا لعشاق الشوكولا. وقبل ما نبداو ندوزو المقادير، كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بالف خير. هنا اول حاجه في الاناء والبول اللي غنخدمو فيه كنوضعوا واحد قبيصه الملح، بيضه بدرجه حراره المطبخ الا كانت كبيره، الا كانوا صغار نديرو جوج، نص كاس ديال السكر سنيده، وكنحركوا هذاك البيض مع السكر سنيده حتى كتبدا تذوب لينا هذيك السنيده غير شويه. كنضيفوا نص كاس ديال زيت المائده، وهنا ماشي ضروري تعبروا بكاس العنبه، اي كاس عندكم، المهم في نفس الكاس كنعبروا جميع المكونات. كنضيفوا نص كاس ديال الحليب، وهذا الكيك راه فايت ليا شاركته معكم، هو بديل الجينواز، كيجي خفيف وكيجي رائع صراحه. هنا تسرع ليا لا فيديو وتمسح ليا هذا المقطع اللي زدت فيه الكاكاو. هنا راه ضفت هاد الساشيه ديال الكاكاو ديال ايديال. كتضيفوا الساشيه وكتزيدوا معلقه صغيره ديال الكاكاو ديال العبار، الكاكاو المر، حيت هو اللي كيعطينا اللون. كنحركوا المكونات جيدا حتى كيندمجوا لينا، من بعد كنبداو نضيفوا في الدقيق تدريجيا. هنا غتشوفوا معايا بالضبط شحال غتهز معنا ديال الدقيق. هنا في الاول ضفنا 3 المعالق ديال الدقيق، وكنحركوا حتى كيندمج لينا مع الخليط. وحنا كنشوفوا عيننا ميزاننا، حيت الدقيق كيف كتعرفوا كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. هنا نضيفوا المعلقه الرابعه ونضيفوا معاها خماره. المعلقه الخامسه، وحنا كندخلوا في داك الدقيق وبحال كنطربوا الكيك ديالنا. هنا ضفنا المعلقه السادسه. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديال الكيك. كنحاولوا نطربوه مزيان باش يجينا خفيف. هنا بمجموع الدقيق عندنا 6 المعالق ديال الدقيق كبار يكونوا عامرين. كناخذوا المول ديالنا واخا يكون مبسط، حيت ما غاديش تطلع لينا الكيك بزاف. كيف شفتوا معايا درنا فيها غير بيضه وحده وخماره. كنحاولوا ندهنوا بعد المول ديالنا قبل ونرشوه بالدقيق ونصبوا فيه الخليط ديال الكيك ديالنا، ونحاولوا نوزعوه على المول كامل. كنخبطوه على سطح العمل باش ما يبقاوش فيه دوك الفقاعات، وندخلوه للفرن ديالنا على فرن بارد، ماشي ضروري تنسخنوه. هنا غادي ناخذوا واحد 100 غرام ديال الشوكولا، غادي ندوزو باش ندوبوها. وهنا الكيك ديالنا راه وجد. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي هشيش الكيك، خفيف، واخا ما تسقيوش، عفوا، راه كيجي رطب. هنا كناخذوا هاد السمال وكنقلبوا فيه الكيك ديالنا، حيت هو اللي غادي نكملوا فيه الخدمه. كناخذوا السيركل وكنديروا القياس اللي بغينا ديال الكيك. كنحاولوا نحيدوا هذوك الجوانب، كنحيدوا الزوائد كاملين اللي عندنا، وكنسقيوه بالحليب. هنا الحليب عندنا بارد، ملي كنخرجوا الكيك من الفرن كيكون سخون، كنديروا الحليب بارد، تقريبا واحد نص كاس ديال الحليب اللي غادي تشرب لينا. كنوضعوها على جنب، وهذيك 100 غرام ديال الشوكولا كندوبوها وكنزيدوا معاها الفويتين. هنا الفويتين ملي تجيبوه من الاحسن ديروه في قرع الدجاج باش يبقى لكم مقرمش، يحافظ لكم على ديك القرمشه ديالو. هنا تقريبا الفويتين عندكم ميزانكم، تقريبا واحد 3 المعالق حتى ل4. كندخلوا في هذاك الشوكولا بحال كيتلبس بالشوكولا باش يبقى لينا مقرمش، يحافظ لنا على القرمشه. صافي، وهذه هي الطبقه المقرمشه ديالنا. نصبوها فوق الكيك كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه، ونحاولوا نوزعوها على الكيك كامل. وكتكون الطبقه ديالنا المقرمشه
وجدات. هنا غندخلوها تشد راسها في الفريغو وندوزو نكملو المراحل الاخرى. هنا عندنا السيترو ديال هولالا، يمكن لكم تستعملوا كذلك غير الكريمه ديال العبار. كنقصوا منها هنا واحد الكاس، هاد السيترو كنقصوا منه كاس تقريبا كتبقى لنا 400 مليلتر. كنقصوا منه هذاك الكاس نخليوه على جنب، وغندوزو باش نطلعوا الكريمه. انا كنحاول نديطاي معكم باش اللي اول مره غادي تجرب هاد الكاطو كلاصي، انا متاكده انه غادي ينجح ليها. غير تتبع معايا خطوه بخطوه وغيجيها بحال ديال الباتيسري. هنا الكريمه نحاولوا ما نطلعوهاش بزاف، حيت كل ما طلعتوا الكريمه بزاف كل ما كيجينا الكاطو كتجي الكريمه كتجي ثقيله. نحاولوا ما نطلعوش الكريمه ديالنا بزاف حتى توقف كيف ما غتشوفوا معايا. كنطلعوها على هذا الشكل كيف ما غتشوفوا معايا، وغندوزو باش ناخذوا 3 الوريقات ديال الجيلاتين نديرهم في الماء. هنا الماء بارد عادي ديال الروبيني، ونوضعوهم على جنب. هنا غناخذوا كاسرول، وهذاك الكاس اللي نقصنا هو اللي غادي نضيفوه في هذا الكاسرول وغنديروه فوق النار. غير تبدا تطلع فيه الغليه كيف ما غتشوفوا معايا، بدا تطلع فيه الغليه وغنضيفوا ليه هنا 200 غرام ديال الشوكولا. عندي 100 غرام ديال الشوكولا غيش و100 غرام ديال هاد كالا. غادي يمكن لكم تمزجوهم بجوج، يمكن لكم ديروا كله غيش، ديروا 200 غرام كلها غيش صافي. وغنحركوه حتى غذوب لينا هذاك الشوكولا في هذيك الكريمه اللي سخنا من قبل. وغادي نعصروا هذوك الاوراق ديال الجيلاتين ونضيفوهم عليهم كيف ما غتشوفوا معايا. هنا للامانه الاوراق ديال الجيلاتين مع دابا الحال سخون، من الاحسن غير تخشيوهم في الماء تعصروهم وتلوحوهم، ما تخليوهمش في الماء بزاف حيت غادي يبداو يذوبوا. غناخذوا هذاك الخليط اللي حضرنا ديال الشوكولا غنضيفوه على الكريمه اللي سبق لينا وطلعناها، ونكملوا تطلع ديال الكريمه. غير شويه نطربوا شويه صافي، وناخذوا واحد سباتيل ونبداو نطلعوه من الفوق لتحت حتى يندمجوا لينا الكريمه مع هذيك الشوكولا كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. هنا غادي نخرجوا الكاطو ديالنا من الفريغو وغادي نصبوا عليه هاد الكريمه ديالنا كامله. وغنحاولوا نطاليوها الجوانب باش ما يكونوش عندنا الفراغات بين الطبقه المقرمشه هاد الكريمه اللي حضرنا. نحاولوا بحال نضغطوا صافي ونقادوه من الفوق باش ياخذ لنا الشكل مسطح. نستعنوا بهاد هاد الاداه هذه كتكون عند اصحاب المحلات اللي كيبيعوا داكشي ديال الحلويات، كتعاوننا في الخدمه. انا من بعد مني كنقادو السطح ديالها ضروري ما نغطيوها بهذا البلاستيك الغذائي او البابي فيلم باش ما تشربش لينا الريحه ديال الفريغو، ونخشيوها في المجمد. من الاحسن تبات، الا كان عندكم الوقت خليوها تبات. انا هنا ما كانش عندي الوقت، درتها في الصباح وكملت بها الخدمه في الليل تقريبا مع ديك 8 الليل جبتها باش نكمل بها الخدمه. هنا غندوزو باش نحضروا الكلاصاج ديالنا. غنحتاجوا فيه نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السكر سنيده. والحليب يمكن لكم تعوضوه بالكريمه، الا كانت عندكم الكريمه كان احسن. ما كانش الكريمه ديروا غير نص كاس ديال الحليب. كنديروهم فوق النار، غير كتبدا شويه تطلع فيهم الغليه، غير كيبداو يسخنوا كنضيفوا ليهم نص كاس ديال الكاكاو، نص كاس ديال الكاكاو، وكنخلطوا الكل جيدا كيف ما كتشوفوا معايا. هنا من بعد ما طلعت فيه الغليه كناخذوا 3 الوريقات ديال الجيلاتين، كنديروا لهم نفس الطريقه ديال قبيله. كنديروهم في واحد في واحد الكاس
فيه الماء عادي ديال الصنبور، كنخليهم حتى يطلقوا، كنعصروهم ونضيفوهم عليهم. وهنا كيكون الكلاصاج ديالنا وجد. كنجبدوا الكاطو ديالنا من الفريغو، كناخذوا واحد الطورشون وكندوزوه عليه من الجوانب بواحد السكين باش دغيا يتهز لينا هذاك السيركل. وكيتهز لينا السيركل بكل سهوله. كما كتشوف معايا الكاطو ديالنا كيكون بهذا الشكل. كنحطوه في الاناء اللي غنخدموا به. كيف ما كتشوفوا معايا هنا انا درت لاطه مغسوله مزيان، حيت هذاك الشيء اللي غيتخوى فيها مازال غنحتاجوه. وغنحطوا فوق منها شي حاجه اللي غتحط فوق فيها الكاطو، ونخويو هذاك الكلاصاج اللي حضرنا. ضروري ما نديرو هذيك المغرفه باش ما يتشكلش لنا ثقب فوق الكاطو ديالنا. والكلاصاج نخليوه شويه حتى كيبرد، ما يكونش سخون، حتى كيبرد ويبدا يشد في راسو عاد نصبوه صافي. وكنبداو ناخذوا من هذاك الشيء اللي تخوى لينا في اللاطه، ونبداو نديروا الجوانب والبلايص اللي ما تلبسوش لينا بهذا الكلاصاج. كيف ما كتشوفوا الطريقه راه واضحه في الفيديو. كناخذوا الفويتين كنديروه في الجوانب بالطريقه البازيك العاديه، والتزيين راه كيبقى على حسب الذوق ديالكم. تقدروا ديروا اللوز ايفيلي، تقدروا ديروا اللوز كونكاسي محمر، كل واحد وشنو كيفضل وعلى حساب المتوفر. صافي كنبقاو ندورو حتى كنكملوا الجوانب اللي عندنا كاملين يتلبسوا لينا بهذاك الفويتين. وغناخذوا هاد السمال. هنا راه غسلت هذاك السمال حيت كان عمر مني كنا درنا فيه الكاطو في الفريغو. وكنحاولوا معاه غير بشويه، راه غادي تحط لكم بكل سهوله. وهنا التزيين راه كيبقى على حسب الذوق ديالكم. كيف سبق لي وقلت لكم كنزينوه بالطريقه اللي بغينا وعلى حساب المناسبه. هاد الكاطو كنت ديتو انا لبنت خويا نجحات في الباك، الله يكمل عليها ومبروك عليها ومبروك على كاع الوليدات اللي نجحوا. والله يوفق اللي ما توفقوش في هذا العام، ان شاء الله ينجحوا العام الجاي ان شاء الله. صافي هنا غنزينو تزيين بسيط. وبالنسبه لهاد الحبيبات ديال اللي كنزين بهم، من الاحسن ديروهم حتى للاخير، حيت الا درتوهم في الاول بحال كيدوبوا فوق الكاطو. من الاحسن ديروهم حتى تبغيو تقدموا الكاطو ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو. كيجي راقي شكلا ومذاقا، كيجي اكثر من رائع، كيشبع بين القرمشه. وهذيك الكريمه كتجي لذيذه ديال الشوكولا. وهنا غنتقاسم معكم كذلك كيفاش جا من الداخل. واخا تديتو لعند دار خويا وتقاسمت معكم، واخا الدار عامره والتصوير ما قدرتش نصور، ولكن قلت ضروري ما نصور لكم كيفاش كيجي الكاطو من الداخل. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم وتجربوا الكاطو، واللي جرباتو تخلي لي رايها في التعاليق. والى هنا وصلنا لنهايه الفيديو. ما بقى لي الا نقول لكم الى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.